السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحد من أهم الفحوصات اللي ممكن تطلب بشكل يومي جدا في أقسام الأشعة، وهو أشعة الساعد أو فور أرم إكس راي. الفحص ده ممكن يبان إنه بسيط، بس الحقيقة هو بيدينا معلومات مهمة جدا عن عظم الساعد بالكامل، وكمان عن أي إصابات أو كسور ممكن تحصل. خليكم معايا للنهاية عشان نعرف إيه هو فحص الساعد، وإمتى بيطلب، وإيه التشريح اللي لازم نفهمه، وإيه هي الأوضاع الأساسية اللي لازم نعملها. قبل ما ندخل في موضوع أشعة الساعد، خلينا نعرف الأول إيه هو الساعد أصلا. الساعد هو الجزء اللي بين مفصل الكوع ومفصل الرزغ، وبيتكون من عظمتين أساسيتين. أول عظمة اللي هي عظمة الألنا أو بيسموها الزند، ودي بتكون ناحية الصبع الصغير. أما العظمة التانية وهي عظمة القعبرة أو بيسموها راديوس، ودي بتكون ناحية صابع الإبهام. طيب هتسألني طب إيه الفايدة بتاعتها؟ هي لها فوائد كتير، منها إن هو بيساعد على حركة الكوع والمعصم، وكمان بنقدر نتني الكوع ونفرده، وكمان بيخلينا نلف إيدينا يمين وشمال ونحرك الإبهام براحتنا. وبرضه ليه وظيفة تانية، إن هو بيتحمل الوزن لما نرفع حاجة أو ندفع حاجة، وكمان بيثبت الإيد علشان نقدر نشتغل أو نمسك الأشياء كويس، وكمان بيساعد على قوة القبضة وحركة الأصابع. من غيره هتبقى صعبة تمسك القلم أو تمسك الكوباية أو تعمل أي شغل دقيق بالإيد. نشوف تعريف أشعة الساعد. أشعة الساعد هي فحص بالأشعة السينية بيغطي المنطقة من مفصل الكوع لحد مفصل الرزغ. الساعد بيتكون زي ما اتكلمنا من عظمتين أساسيتين، عظمة الراديوس اللي بتكون ناحية الصابع الإبهام، وعظمة الألنا اللي بتكون ناحية الصابع الصغير. الاتنين بيشتغلوا مع بعض علشان يسمحوا بحركات دورانية للإيد. وطبعا حوالين العظم فيه عضلات وأوتار وأعصاب وأوعية دموية كمان، بس في الأشعة العادية احنا بنركز على العظام والمفاصل. امتى الدكتور بيطلب أشعة الساعد؟ الفحص ده بيطلب غالبا في الحالات دي، زي إن واحد يقع أو يتخبط خبطة قوية في الساعد، كمان في الاشتباه في وجود كسور أو شرخ، وبرضه متابعة الكسر خصوصا بعد تركيب شرايح أو مسامير. وكمان أحيانا بيستخدم علشان أكشف عن الالتهابات والأورام في العظام. يعني الفحص ده أساسي جدا في أي قسم طوارئ أو عيادة عظام. عظيم لحد هنا. تعالوا نشوف الأوضاع الأساسية بتاعت أشعة الساعد. علشان نعمل الفحص الساعد بشكل سليم لازم ناخد وضعين أساسيين، وضع AB ووضع lateral. لازم ناخد الوضعين دول مع بعض. بالنسبة لوضع ال AB فالمريض بيقعد أو بينام، والساعد بيكون مفرود تماما، وظهر الإيد بتكون لامسة الترابيزة، وده بيدينا رؤية واضحة لعظمتي الألنا والراديوس في وضع مستقيم. يبقى نقطة مهمة جدا إن لازم ظهر الإيد يكون لامس الترابيزة والساعد كله يكون مفرود. تاني وضع معانا وهو الوضع الجانبي lateral view. المريض بيوقف الساعد على الجنب، أو ممكن يتني كوعه بزاوية قايمة ويوقف الساعد برضو على الجنب، لأن احنا أصلا بنستهدف عظمة الساعد، فبالتالي حتى لو أنا غيرت زاوية الكوع أو حركة الكوع فده مش هيأثر. وملحوظة مهمة جدا في الوضعين دول، إن أنا لازم أجيب عظمتي الساعد الألنا والراديوس مع بعض مع أحد المفصلين، مفصل الكوع أو مفصل الرزغ. طيب إحنا بنختار أحد المفصلين الكوع أو الرزغ على أساس إيه؟ على حسب مكان الكسر. يعني لو الكسر في منتصف الساعد بنجيب المفصل اللي تحته اللي هو مفصل الرزغ، أما لو الكسر قريب من مفصل الرزغ بنجيب برضو مفصل الرزغ معاه. أما لو كان الكسر قريب من مفصل الكوع يبقى أنا بجيب مفصل الكوع فقط. وبكده نكون اتكلمنا ببساطة عن أشعة الساعد، وعرفنا تشريحه وإمتى بنطلبه وإيه الأوضاع الأساسية اللي لازم نعملها. الفحص ده بسيط جدا لكنه أساسي جدا في تشخيص الكسور والإصابات. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. واكتبولي في التعليقات عاوزين الفيديو الجاي يكون عن أي فحص. كان معكم عبد الله، وشكرا لمتابعتكم. أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.